السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم نعمة الصديق. النهارده زي ما انتم شايفين هنعمل مع بعض سندوتشات القمر دي. هنعمل الشاورما بطريقة بسيطة، وهنعملها موفرة جدا. ب80 جنيه بس عملت كيلو من الشاورما. هنعملها بقى ازاي هقول لكم في الحلقة. بس قبل ما نبدأ نسمي الله ونصلي على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بقى معايا كيلو من القوانص. طبعا هتقولوا ازاي قوانص وكده. طبعا القوانص دي والله يا جماعة أنا عملتها وجربتها، طلعت طعمها محدش عرف ان دي أصلا مش لحمة. يعني لما كلوا السندوتشات عادي جدا ومعرفوهاش. وجربوها وصدقوني زي ما بقول لكم. اول حاجه بجيب كيلو من القوانص كده، بتشتريها من عند بتاع الفراخ. وبتنضفيها كويس جدا، تشيلي الدهون اللي فيها، وبعد كده بتقسميها نصين. طبعا بيبقى فيها حته كده، بتبقى هي القرقوشه يعني. ممكن تشيليها هي كمان علشان خاطر دي طبعا، لان انا هشوح القوانص مش هسلقها، فمش هتبقى ايه مش مستويه، فلازم تتشال. بعد كده بقى بجيب القوانص اديني كده انا عملتها يعني فرمتها. بعد ما فرمتها بالمنظر دوت، هبدأ بقى اجيب كيس وهحط عليه بالفرشة كده زيت، واحط عليه القوانص المفرومة بتاعتي. بعمل كده ليه؟ طبعا عشان انا هحطها في الفريزر، ولما احطها في الفريزر فمش عايزة ان هي تلزق في الكيس قوي، يعني لما اجي اشيل طبقة الكيس تتشال معايا. بس انا كده بفردها كويس جدا. وطبعا سمكها يبقى رفيع لاني هكسرها، فانا عايزه سمكها مش تخين، فسمكها رفيع بحيث ان انا تبقى سهله معايا وهي متجمده كده. انا هحطها في الفريزر خلاص. الطريقه دي جربوها هتعجبكم جدا ان شاء الله. بس كده هي اتجمدت خلاص اهي. هبدا بقى اقطعها كده. بس بوريها لكم عشان تشوفوها يعني تقطع ازاي معايا. هجيب بقى طاسة على النار واحط فيها كمية من السمنة حلوة كده، طبعا السمنة اللي انتوا عايزينها. بعد كده بقطع بصلتين كبار، بقطعهم بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، انا عايزاه كبير كده. وبعد كده بقى احمره في السمنة، واحط بقى عليه طماطم مقطعاه مكعبات، وفلفل رومي، وفلفل شطة. طبعا برضو تقدروا تضيفوا اللي انتوا عايزينه. هحمرها كده بس، واحط عليها التوابل. انا حاطه ملح وفلفل، فلفل اسود يعني، وحاطه كمان 7 بهارات، و توم باودر وبصل باودر. ده تقدروا تستغنوا عنه لانكم مستخدمين توم وباودر، توم فريش وبصل فريش. وانا حطيت حته توم كده كمان اللي كانت في المعلقه دي. ودي برضو دهون اللي هي البوش من عند الجزار كده بحطها. يعني انا بتبقى عندي في الفريزر، انا بجايبه منها بحطها عشان تدي طعم حلو للاكله يعني. بس كده بجيب القوانص بقى وابدا اقطعها كده زي ما انتوا شايفين، بحيث ان انا كلها تتقطع، بحيث ان انا بشوحها كده لوحدها على بال ما تستوي يعني. وبعد كده بقى هخلطها بكل الخليط. طبعا هي هتستوي بسرعة جدا لانها مفرومة، مش هتحتاج وقت يعني، على طول هتستوي. كمان طعمها اللي لو جربتوها كده ان شاء الله هتعجبكم قوي قوي، ومش يعني هي هتبقى موفرة طبعا، وفي نفس الوقت تغيير. وكمان محدش هيعرف ان هي قوانص اصلا. انا كنت بحتار يعني هم في المطاعم بيستخدموا القوانص دي في ايه، لان انا في المطاعم ممكن تلاقي كبد الفراخ موجودة في حاجات، في اكلات كتير. اما القوانص ما كنتش بعرف، ما كنتش بشوفها. كنت كنت بستغرب هما بيودوها فين. فهم طبعا بيدخلوها في حاجات لانها طعمها مدي للحمة. لان انا كمان جربت القوانص دي ان انا اعملها لحمة كفتة يعني. هي كانت حلوة برضو بس مش بقوام الكفتة، كانت بتفك. بس انا كده هحط بقى كده، انا خلصت خلاص الوصفة. هحط لها بقى شوية طحينة كده، سلطة طحينة يعني، بحيث ان انا اعملها في السندوتشات على طول بدل ما احط فيه العيش. كده منظرها اهو.
يا رب لو الوصفة تكون عجبتكم يعني اعملوا لي لايك وسبسكرايب، وما تنسونيش بالدعوة الحلوة بقى، وكمان تدعوا لي ابني مازن الله يرحمه، ان ربنا يرحمه ويغفر له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم في وصفات تانية كتير.